السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود صبري، وده الفيديو ال30 من كورس هاو تو بي ان اودو ديفلوبر بالعربي. كده احنا عايزين نتعرف على الشاتر وايه اهمية الشاتر وبيكون شكله عامل ازاي، وهل احنا هنبدأ نبني شاتر من سكراتش ولا هو اودو بتوفر حاجة زي كده. والله في البداية احنا لو دخلنا على السيلز عندنا، بدأنا ندخل على الايكويشن او عامة اي موديل داخل اودو هتلاقي فيه الشاتر ده. بدأنا ندخل على اي ايكويشن من الموجودين دول، هنلاقي في حاجة في الجنب كده. الجنب اللي في الجنب ده هو الشاتر. طب انا عن طريق الشاتر ده ممكن ابدا اعمل ايه؟ لو عايز ابدا ارسل، ابعت رساله يعني، بحيث تظهر لكل اليوزر اللي لهم اكسس على الريكورد ده، هتبدا تظهر لهم الرساله بالشكل ده. عايز ابدا الوج نوت معينه، والله برضو نفس القصه هتبدا تظهر لهم. عايز ابدا اعمل سكادول لتاسك معين، وليكن مثلا في دو تاسك لازم يتعمل عن طريق يوزر معين، في ايميل مثلا اللي هيتبعت ليوزر معين، في ميتنج هيحصل في لمجموعه يوزر معينين في وقت معين، فابدا اعمل له سكادول عن طريق الاكتيفيتي. والله برضو هو مش مقتصر بس الشاتر ده مش مقتصر بس اللي انا من خلاله هبدا اشوف يعني ابدا ابعت مسج ولا لوج نوت ولا اعمل اكتيفيتي. لا، انا عايز اتراكنج فيلد معين، وليكن مثلا وانس ان الاوردر دي تتغير او البيمنت تيرم اتغيرت، يبدا يظهر لي هنا ان هي الاوردر دي تتغير عن طريق اليوزر الفلاني، وهكذا. ده اهميه الشاتر. طب احنا عايزين نطبق الشاتر على الموديل بتاعتنا، هل احنا هنبدا نبني حاجه زي كده من السكراتش ونبدا نعمل سوكت ونسند المسج ونبدا نعمل مثلا عن طريق اليو دي بي والحاجات دي، ولا هنبدا نعملها ازاي؟ لا، هي اودو موفره لي حاجه زي كده. يعني مش اودو مش عايزاك تبدا تعمل حاجه زي كده من السكراتش، لا، ده انت هتبدا تعمل انهرت لموديل معينه، وهتبدا تضيف لو انت عايز تتراكنج فيلد معين عن طريق حاجه في اتريبيوت اسمه تراكنج، وموفره لك. بس انت هتضيف في الفيو الديفايه كده بتعرض فيها الاكتيفيتي والسند المسج واللوج نوت. طب ازاي ممكن نبدا نعمل حاجه زي كده؟ والله بكل بساطه، اول حاجه هنبدا نعملها هندخل على المانيفست بتاعنا اللي هو بتاع السكول، وهنبدا نضيف حاجه اسمها ديبند. هو المفروض بيديبند على ايه؟ والله المفروض الموديول بتاعنا ده المفروض هيديبند على حاجتين مهمين جدا عشان من خلاله اقدر ابعت المسج. حاجه اسمها ميل، والحاجه الثانيه اسمها بيز. دول لازم ينضافوا عشان يبدا اتعرف على الموديل يعني اللي من خلالها ابدا الشاتر يشتغل يعني. وهنبدا ندخل على السكول اللي هو الموديل بتاع الستودنت. لو ليكن مثلا احنا هنطبق الشاتر على الستودنت بس دلوقتي، هنيجي هنا تحت النيم. احنا المفروض اتعلمنا الانهرت، فاحنا هننهرت منين؟ هننهرت من حاجتين مهمين جدا. حاجه اسمها الميل دوت ثريد. الميل دوت ثريد دي هي اللي مسؤوله عن سند المسج واللوج نوت. والحاجه الثانيه حاجه اسمها الميل دوت اكتيفيتي دوت ماكسنز. دي المسؤوله عن عمليه السكادولينج لاي تاسك معين، سواء كول او ميتنج او تو دو تاسك. كده احنا المفروض خلصنا الجزء بتاع بايثون. طب عشان نبدا نعرضه بقى في الفيو، هنبدا نعرضه ازاي؟ طب ممكن نبدا نعمل ابجريد بس، نشوف في مشاكل ولا حاجه. مفيش اي مشاكل، والمفروض كده هو المفروض عمل انهيرت للحاجتين دول. طب عشان اعرض الحاجات دي في الفيو هعرضها ازاي؟ بكل بساطه هنيجي هنا على الفيو بتاع الستودنت، وهنبدا نضيف حاجه تحت الشيت كده، ديف يعني جديد. الديف ده هو تابع لي، هنضيف له بس كلاس هنسميه او اي اندرسكور شاتر، وداخله هنبدا نضيف الفيلدات بتاعتنا. اول فيلد هنضيفه عندنا حاجه اسمها المسج اندرسكور فولور اندرسكور اي ديز، وهنديله وادجت بس بسيط كده، حاجه اسمها ميل اندرسكور فولور، ميل اندرسكور فولور. وهنضيف فيلدين كمان. فيلد اللي بعد كده حاجه اسمها اكتيفيتي اي ديز،
activity ID، وهنبدأ نديله mail underscore activity. واخر واحد عندنا حاجة اسمها المسج ID، والوادجت بتاعته حاجة اسمها mail underscore thread. وهنبدأ نسيف، هنبدأ نعمل ابجريد ونشوف كده هيكون شكله عامل ازاي. هنرجع عندنا على السكول، وهندخل على اي ستودنت موجود. فعندنا هنا ظهر لنا نفس اللي كانت موجوده في السيلز ظهرت هنا في الستودنت. لو انا عايز اسند اي مسج هسند، مش مشكله. عايز الوج نوت معينه هلوج برضو. عايز ابدا اعمل اكتيفيتي لاي يوزر معين هقدر اعمل. طب تمام، انت قلت لي ان انا ممكن عايز تراكنج اي فيلد معين، وليكن مثلا احنا غيرنا الاسم بتاع محمود ده، خليناه محمود صبري محمد مثلا، وبدانا نسيف. مفيش حاجه ظهرت هنا، مفيش حصل تراكنج. ما هو بالفعل لان احنا ما ضفناش اللي احنا عايزين نبدا نعمل تراكنج للنيم. طب عشان ابدا تراكنج النيم هعمل ايه؟ والله بكل بساطه هنضيف حاجه اسمها هنضيف فيلد، هنضيف اتريبيوت معين اسمه تراكنج ايكوال ترو، اللي هو وانس اللي انت غيرت الاسم بتاع محمود ده او اي ستودنت عندنا هيبدا يقول لي مين اللي غيره واتغير لايه يعني. نبدا نعمل ابجريد، نرجع نريفرش، وليكن مثلا هنشيل محمد هنرجعه تاني لمحمود صبري. فهو دلوقتي المتشيل ادمن ده المفروض غير الاسم بتاع محمود صبري محمد الى محمود صبري، وده الفيلد اللي اسمه ستودنت. لو بدانا نكريت برضو من وظيفه الشاتر اللي هي بتبدا تتراكنج ان مين اللي كاريت الريكورد ده. لو بدانا مثلا نتراك اي حاجه، وليكن مثلا ستودنت، نبدا نعمل ستودنت جديد مثلا، وكان البيرنت فون هي حاجه طبعا. نبدا نسيب، فعرفنا ان اللي كاريت الستودنت ده هو متشيل ادمن. بس ده بكل بساطه اللي كنا عايزين نتعرف عليه في الشاتر يعني.